وبلوغ المنتخب الوطني المربع الذهبي. يسعى مكتب الفيدرالية لتنظيم نهاية كأس الجهة وبطولة الفيدرالية في هذا اليوم التاريخي واليوم الأول من سنة 2023. اليوم كفيدرالية جهوية لجمعية قدماء اللاعبين بجهة ماسا قلمي مودنون لاحتفالات المملكة بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق الوطني لكرة القدم في مونديال كأس العالم بقطر. وبهذه المناسبة الفيدرالية باسم أعضاء الفيدرالية الجهوية لقدماء اللاعبين بجهة ماسا نهنئ الفريق الوطني ونهنئ جميع المكونات الفريق الوطني على هذا الإنجاز. وفي هذا الإطار هذا ديال هذه الاحتفالات نعيش اليوم مع الحفل النهائي لبطولة الفيدرالية الجهوية لجمعية قدماء لاعبي كرة القدم. الآن نعيش مع مقابلة نهائية ديال كأس الفيدرالية والتي تجمع بين رجاء هوارة والصناعة التقليدية لأكادير. أعضاء المكتب حاولوا باش أنهم يوجدوا جميع الترتيبات لإنجاح هذا اللقاء هذا، وكنشكروا جميع الفرق اللي شاركت في البطولة وفي النهاية ديال الكأس اللي كانت منضوية تحت لواء الفيدرالية. واليوم كنعيشوا هذا العرس الرياضي النهائي ديال هذه البطولة. كنشكروا كذلك الإخوان ديال أعضاء المكتب، كنشكروا العصاب، كنشكروا الجماعات المحلية اللي كانوا دائما تيوفروا لنا الملاعب وكيكونوا معنا في باش تهيئ هذه البطولة هذه. اولا كنشكروا فاستيفي على هذه الاستضافه وبالحضور ديالهم لهذه النهائيات، نهاية الكأس ونهاية البطولة. الحمد لله هذا العام جاو متزامنين مع واحد الوقت، لأن كانت ظروف ما يمكنش أنك تلعب كل واحد في وقت، ولعبناهم هذا العام في نهار واحد. الحمد لله المقابلة هي غادية مزيان في واحد الجو رياضي. المقابلة الثانية ان شاء الله غدوز في واحد الجو رياضي، وان شاء الله نكملوا هذه المقابلات وغادي ان شاء الله مباشرة ندوزوا للقرعة ديال البطولة ان شاء الله باذن الله. الحمد لله الفيدرالية غادي مزيان ونتمناو التوفيق للجميع. شكرا. كنشكركم على التنظيم بعد الزويون بزاف والتنظيم اللي في المستوى. كما شفتوا على عينيكم مباراة كتسود في روح ايجابيه وكيسود الاحترام بين الطرفين. الحمد لله كاين مستوى، كاين طبق كروي جميل. كنحاولوا ما امكن وان شاء الله الكاس تكون من نصيبنا، وغنديروا ما امكن بكره ماشي بطرق غير رياضيه. ونتمنى من الله الخير، الفير بلاي يكون في المباراه والاحسن لو ميور كي كان. اولا كنشكروا جميع اللي ساهم في التنظيم ديال هذه البطوله ديال الفيدراليه وديال الكاس. يعني كاين جنود الخفاء كمكتب ومسيرين يعني جميع المكاتب ديال الفرق، فكنشكرهم على الروح الرياضيه ديالهم وبالمساهمه ديالهم في انجاح التظاهره الرياضيه الكبرى. وكذلك لا يفوتنا ان كنشكر الرئيس ديالنا السي صدوق، وكذلك جميع اللعابه بدون استثناء. كنشكر فيدرالية قدماء اللاعبين على هذا التظاهره هذه وعلى هذه النهايه اللي كانت حقا في المستوى. يعني النهايه ديال الكاس اللي كان من حليف فريق رجاء هواره، والنهايه ديال البطوله اللي كان من حليف يعني اشبال هواره. في هذه المناسبه كنشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا في هذه المقابله، وكنشكر الفريق الاخر اتحاد على المجهودات ديالهم، على الروح الرياضيه ديالهم. المهم بالنسبه للمباراه اللي كنهضروا عليها ديال اليوم، المهم المباراه واخا هكا دازت في جو رياضي، واخا كانت الغزاره ديال الاهداف بحد ذاته من وصلنا لهذا المستوى ولهذه النهايه هذه اللي وصلنا لها بحد ذاته راه انجاز. وكنشكر الفيدراليه على هذا التنظيم اللي دارت بالنسبه للتكوين ديال
فاش دارت لنا هاد المباريات اللي كانوا فيهم مباريات راه كثار، راه كان فيهم لالي والروتور، وكان فيهم بزاف ديال العناء كما كيقولوا، فيهم خرجات، فيهم بزاف ديال الحوايج. المهم كنشكرهم بزاف، وكنشكروا الفيدراليه. الفيدراليه في الحقيقه شي حاجه كبيره، شي حاجه غاليه، شي حاجه. فكرنا باش نديروا الفيدراليه النهار الاول، خممنا الناس مساكن اللي يلعبوا الكره وتقاعدوا وجالسين تيمرضوا تيفكروا المشاكل. درنا هذه الفيدراليه لانه هذا بنادم باش يهرب من دوك المشاكل، بنادم يبقى ديما باتصال مع الرياضه ومع كره القدم اللي لعبها السيد حياته كلها. انه هذه الفيدراليه درناها ماشي باش غناخذوا القاب ولا هذا، الالقاب ديالنا هما ملي تجمع هذوك الناس القدام ويبقاو ديما ناشطين بيناتهم. والهدف الكبير خصهم يسافروا، يبداو يخرجوا، يبداو يديروا مع فراقي على برا ويمشوا عند فراقي ويجوا فراقي ويبقاو مجموعين. هذا هو الهدف. وكنشكروا حتى الناس ديال المجلس، وكنطلبوا من الناس ديال المجلس باش يكملوا في ذاك العمل اللي داروا معنا، لانه عاونونا. لولا المجلس وحتى العصبه بالرئاسه ديال السي عبد الله بوالقاسم كل ما تعاونوش معنا ما تكونش فيدراليه. ولكن كنطلبوا منهم باش يعاونونا وعاود يخليوا دوك الملاعب اللي كانوا كيعطيو لهاد القدماء. راه تما القدماء عندهم حق. راه نهار بدينا كنلعبوا الكره راه بدينا في الحجر والتراب، راه بالتماره ديالنا والتكرفيش اللي تكرفسوا هاد القدماء باش جا دابا هاد المعشه وشاب الاصطناعي. انا كنقول لهم ديما الفيدراليه ماشي غندوزوها الوقت ديالنا، انا كبير ما كبير يلاه غادي نمشي والاخرين تما، لا نخليوها ولادنا، نخليوها كإرث. ولادنا اللي كبر يجي يلقى الفيدراليه. باش لانه بنادم راه حنا كلنا لعبنا كره، كلنا خدمنا في اداره. ملي كتخرج تقاعد مثلا من الاداره كتمل، كتقول اش غادي ندير، ما عندي ما ندير. الرياضه كتخرج ما بقيتيش كتلعب مثلا كره او دربتي او سيرتي، من بعد كتلقى فيدراليه بحال هذه كتقول الله سبحانه وتعالى عطاني فين غادي ندوز الوقت وفين غادي نبقى باتصال مع الرياضه ومع كره القدم.